دايما بنشوف الكاس في العالم كله، في اي دوري في اي بلد، في مفاجآت بتحصل عادي. ولكن عندنا هنا في مصر ما ينفعش النادي الاهلي العظيم التاريخي الكبير، نادي القرن، اعظم نادي في الكره الارضيه، ابو جناحات نازل من السما ده، يخسر امام مصرية للاتصالات، لدرجه ان النت عمال يقطع في حاجه في الشبكه. الاهلاويه في النادي الاهلي عمالين يجروا بيدوروا على الراوتر مش لاقيين، والحراره قطعت. ولكن دايما تحس ان انت المنظومه اتكسرت، مش الاهلي. الاهلي هو المنظومه اتكسرت. في مسؤول قبل كده في الدوله في الكوره قال لك كاس مصر ملوش طعم من غير النادي الاهلي، واحنا احتمال نغير اللائحه عشان نرجع العب تاني. فمش عارف هم هيعيدوا الكاس ولا لا. بجد هو تحس ان انت المنظومه خسرت. هو الاهلي النهارده ما خسرش، لا، الاهلي النهارده اتكسر، خرج بفضيحه من كاس مصر في فرقه ايه؟ شريف الخطير المخيف المهاجم والنينجا وطاهر سطلانه والمغني عمر كمال ولاعيبه كتير جدا اساسيه، ولاعيبه بتلعب بملايين، وجراديشار مش عارف جايبينه ب5 مليون دولار ولا بكام. ولكن ولكن المصريه للاتصالات قدرت ان هي تقطع الحراره على النادي الاهلي ومش جاي. انا حراره عندي شغاله الحمد لله، حراره شغاله الحمد لله. ولكن دايما بحس بلذة وبطعم وبستمتع لما الاهلي بيخسر، وخصوصا لما بينكسر. ليه؟ لان المنظومة كلها بتخدم الاهلي. فلما الاهلي بيخسر، هو مش الاهلي بس، هي المنظومة كلها. الاهلي يودع كأس مصر، مش عارف ممكن يعيدوا الكأس ولا لا. الاهلي يودع كأس مصر امام مصرية للاتصالات، احسن شبكة في مصر، 2-1. كان في حداد من المعلق مش عارف يتكلم، وضيوف الاستوديو التحليلي كان عندهم عزا. الف سلامه عليهم. لايك مهم جدا، منتشر الفيديو، فولو متابعه مهمه لو تشوفني. سلام.